مجموعه كبيره قوي من العمليات: عمليه حزام المعده، عمليه تكميم المعده، عمليات تحويل المسار، كلها اسماء كتير قوي الناس بتقولها. صباح الخير. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا. في ناس كتيره جدا ممكن ما تكونش مستوعباه، اللي هو معدل نزول الوزن بعد عمليات السمنه خلال السنه الاولانيه. المعدل ده بيختلف من عيان لعيان، لازم ابقى فاهم كويس قوي انا عندي وزن زياده قد ايه. وارد ان انا ابقى عندي 100 كيلو زياده، وواحد تاني بعمل العمليه عنده 40 كيلو زياده. لا شك ان ده مش هينزل زي ده. يعني هلاقي بعد اسبوعين واحد نازل 10 كيلو او 15 كيلو، وواحد تاني نازل 5 كيلو او 7 8 كيلو. مين فيهم اللي ماشي صح ومين فيهم ماشي غلط؟ هي ملهاش علاقة بعدد الكيلوات، اكتر اهم من النسبة اللي انا هنزلها قد ايه. لو احنا اتكلمنا كده بشكل عام، فتقريبا احنا هنبتدي نقسمهم بطريقة للتسهيل. اول اسبوعين بلاقي العيان نزل من 10 ل 15% من وزنه الزيادة. هيجيلي بعد كده على شهر ونص، يعني 6 اسابيع، هيكون نازل من 20 ل 25%. هنيجي بعد كده على المرحلة اللي هي عند 3 شهور، هلاقيه نازل من 30 ل 35%. عند 4 شهور ونص من 40 ل 45%. لما نوصل عند نص السنة الأولانية هنلاقي نفسنا وصلنا لحوالي 50 ل 55% من الوزن الزيادة. على 9 شهور هنلاقيه من 60 ل 65، عشان نخلص السنة في رينج من 70 ل 75%. ده نقول متوسطات، يعني وارد ان يبقى في عيان ما بيتحركش كتير، هيبقى ناحية ان هو بعد اسبوعين 10%. واحد تاني بيتحرك وملتزم بالتعليمات وبيمارس حياته اليومية وبيتحرك وبيروح بنلاقيه ممكن يوصل ل 15 او اكتر من كده. كل برضو ما العيان في الاول يكون عنده زيادة في الوزن اكتر، كل ما بتكون النسبة ديت، يعني لو بعد اسبوعين هنلاقيه ناحية 10%. بعد لو واحد وزنه اقل عنده زيادة 40 كيلو هنلاقيه ناحية 15%. يعني هي رينج. مش معنى كده اللي احنا ده غلط وده صح، بس ده يعني نقول ان هو حاجة مؤشر العيان ده حرقه عامل ايه وحركته عاملة ايه، بيتحرك ولا لا. دي كلها ارقام، ما هياش حاجة ثابتة 100%، بس هي دي الملاحظة اللي الواحد لقاها مع شغله، يعني ان هو ده الرينج اللي العيان بيتحرك فيه. عشان كده لازم اللي احنا لو لقينا العيان اقل من كده يتشجع ان هو لازم يتحرك ولازم يمارس رياضة عشان المعدل ده يزيد، عشان لما نوصل لاخر السنة نبقى محققين التارجت اللي احنا عايزينه، اللي هو 70 ل 75%، او لو في التحويل من 80 ل 85% من الوزن الزيادة يكون نزل. الحركة طبعا مهمة، الرياضة مهمة، الالتزام بالتعليمات مهم جدا عشان نحقق المعدلات ديت، مع الالتزام بطريقة الأكل السليمة، عشان الأرقام دي تبقى في الآخر وصلنا ليها، ولو أزيد من كده يبقى أفضل.